سيداتي آنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أكون مع حضراتكم عبر قناتكم المفضلة دائما، قناة النادي الأهلي، لنقل المباراة النهائية في بطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس الإفريقية رقم 39 للرجال، والتي تجمع بين النادي الأهلي بطل السوبر الإفريقي وبطل الدوري المصري وبطل كأس مصر في مواجهة الغريم التقليدي نادي الزمالك. لقاء نهائي أفريقي بنكهة مصرية 100%. طرفي اللقاء مشاهدينا الكرام لا ينقصهم أي حماس أو إثارة لأداء أفضل مستوى فني للوصول إلى المركز الأول والميدالية الذهبية والتأهل إلى مباراة السوبر الأفريقي في العام القادم إن شاء الله. لقاء لا ينقصه السخونة، لا ينقصه الإثارة، لقاء بيجي بعد أيام قليلة، وكان بالتحديد يوم الأحد الموافق 7/5، وكان لقاء نهائي السوبر الأفريقي اللي جمع بين الأهلي والزمالك أيضا، ثم في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية الأبطال بيقابل الأهلي نادي الزمالك تاني في عرينه في معقل النسور الحمر في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. نزلوا الفرقتين، هنقول لحضراتكم التشكيل. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى التحليل لكل العناصر وكل الأوراق الرابحة في صفوف النادي الأهلي وأيضا في صفوف نادي الزمالك عبر الاستوديو التحليلي بقيادة الكابتن هيثم السعيد، وأيضا بضيوفه الكرام الكابتن إبراهيم السيد والكابتن فوزي فضالي والكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الله. النادي الأهلي بزيه التقليدي الأحمر والشورت الأسود، نادي الزمالك بالتيشيرت الأبيض والخطين الحمر. وآدي الصوت واصل لحضراتكم من ملعب اللقاء وصالة الأمير عبد الله الفيصل اللي بتحتضن النهائي. زي ما قلت لحضراتكم تشكيل الفرقتين قلنا لحضراتكم وسمعتوه من الزميل هيثم السعيد: محسن رمضان، مصطفى خليل، شهاب عبد الله، اسلام حسن، عبد الرحمن فيصل، عبد العزيز ايهاب زيزو، عبد الرحمن طه، احمد خيري، عمر سامي، احمد وليد، ابراهيم المصري، مهاب سعيد، ياسر سيف، احمد هشام سيسا، واحمد عادل، وعمر خالد كاستيلو. ده تشكيل النادي الاهلي. جهاز النادي الاهلي كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الاهلي، مستر ديفيد ديفيز المدير الفني، والكابتن محمد ابراهيم مدرب، وايضا بيعاونوا فينو لوزرت كمدرب مساعد ومدرب لحراس المرمى، ودكتور عمرو محمد إصابات ملاعب وطبيب الفريق، وكابتن أسامة محمد. أما نادي الزمالك فتشكيله كده سريعا هنقوله لحضراتكم: أكرم يسري، وعلي محمد، ومودي بسيوني، وأحمد مؤمن صفا دودو، وأحمد الأحمر، وعلي هشام، وأحمد أبو الفتوح حماصة، وخالد إبراهيم أو خالد وليد، وعمر الوكيل بكار، وحسن وليد قداح، وحازم ممدوح، ومحمد مجدي، وأحمد الأحمر، ومحمود خليل فلفل، وشادي خليل، وكريم هنداوي، وعمر الفولي. لقاء زي ما قلنا لحضراتكم لا تنقصه الإثارة، لا تنقصه القوة والحيوية. طاقم تحكيم لقاء اليوم مشاهدينا الأعزاء: طاقم التحكيم الجزائري سيدي علي مهدي ويوسف بالخيري. رمية الإرسال وضربة البداية ستكون مع نادي الزمالك بجهازه الفني من خارج الخطوط كابتن أحمد رمضان، وأيضا إيهاب محسن
ومحمد أشرف والكابتن محمد عبد المنعم لحراس المرمى. لحظات قليلة وطبعا الكابتن حمادة عبد الباري مدير الفريق. لحظات قليلة وادي صوت الجمهور اللي مولع اللقاء من قبل ما يبدأ. مشاهدينا الكرام، لقاء نتمنى فيه التوفيق للفارس والمارد والنسور الحمر إن شاء الله، ويكملوا عشان يحصلوا على الرباعية، دوري وكأس سوبر أفريقي، وأيضا كأس الكؤوس الإفريقية. انطلقت المباراة مشاهدينا الكرام. نادي الزمالك مودي في نص الملعب، على يمينه أحمد الأحمر، وعلى شماله محمد إمام أهو رقم 62، أحد الصفقات اللي بيدعم بيها نادي الزمالك صفوفه في هذه البطولة بالإعارة. وادي تحذير مع أولى الهجمات أهي من يوسف بالخيري وجمهور النادي الأهلي اللي مولع الدنيا ومولع اللقاء حماسة وإثار ومؤازرة لفريقه، ولا يكل ولا يمل منذ بداية اللقاء. وادي المصري وبتقع الكورة من مودي بسيوني وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة. عبد الرحمن طه في حراسة المرمى، وأحمد خيري في الدفاع رقم 1، وسيسة، وفي النص في الثلاثات عبد الرحمن فيصل وإبراهيم المصري، وعلى يمينه مهاب سعيد، وفي الجناح عمر خالد كاستيلو. أولى التصويبات والتصديات للقائم، وهذه كورة من كاستيلو توصل إلى المصري على الدايرة ويصدها كريم هنداوي مع أولى التصويبات. وهذه كارت أصفر على مين؟ على عبد الرحمن فيصل من النادي الأهلي. الفرقتين مشاهدينا الأعزاء، متابعي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، الفرقتين وصلوا إلى المباراة النهائية بعد ما أدوا اللقاء دوري المجموعات. نادي الزمالك كانت مجموعته 5 فرق، فأدى 4 لقاءات، فاز في ال4 لقاءات. أما النادي الأهلي فكانت مجموعته 4 فرق، أدى 3 لقاءات، حسمهم لصالحه في ال3 لقاءات. وهنكمل مع حضراتكم بعد الهجمة دي اللي قطعها الدفاع الأهلاوي وتوصل لخيري ويخش معاها مهاب سعيد، وأولى التصويبات اللي تفيد وتخلي الجمهور سعيد في المدرجات، ويسجل أول أهداف النادي الأهلي. وتاني تصويبة بعد رمية الإرسال بيصوبها مودي، وتألق منذ بداية اللقاء لعبد الرحمن طه، السد العالي في العريض الأهلاوي، ويتصدى لتصويبة مودي، وكان معاها صفارة وإعاقة وفاول ورمية حرة. نادي الزمالك في الأجنحة عمر الوكيل بكار في الوينج ليفت، وأكرم يسري في الوينج رايت، ومحمد مجدي في الباك ليفت، وأحمد الأحمر في الباك رايت. وتاني أحمد الأحمر بيعدي ويصوب، لكن طه بقول لحضراتكم بيتصدى ويمنع. وادي مهاب وتصويبه تاني، مش عايزين تسرع يا مهاب. وادي احمد عادل فعلا بيقول له اهدى، خد وقتك في الهجمه. خيري والتعاون ما بينه وما بين احمد عادل على الدايره. التشكيل الهجومي بقى للنادي الاهلي، بيطلع المصري وينزل احمد عادل. وطبعا عارفين مشاهدينا الاعزاء ان بعد مباراة السوبر الافريقي اللي انتهت لصالح النادي الاهلي، حصل تغيير في القيادة الفنية لنادي الزمالك بانهاء التعاقد مع ماتيو المدير الفني الاسباني للقلعة البيضاء، وبقى المسؤول الاول هو احمد رمضان اللي واقف قدام حضراتكم على الخطوط اهو. خيري، ويعدي خيري ويحاول يلعب الكرة لاحمد عادل، لكن يقطعها الدفاع الزملكاوي ويروح بكار لعلي هشام لخالد وليد، عفوا لاحمد الاحمر.
لمودي، وبيهدى تاني الهجوم الزملكاوي، ويطلع احمد عادل عشان ينزل المصري تاني في مركزه الدفاعي في عمق الدفاعات الاهلاويه في مركز 3 جنب عبد الرحمن فيصل. دقيقه 5 مشاهدينا الاعزاء، 1 الاهلي لا شيء الزمالك. شادي خليل على الدايره، ومحمد مجدي اللي غير مركزه وجه في نص الملعب هيحاول يعدي، لكن المصري قافل تماما. مودي قافلين على لاعب الدايره اللي كل الخط الخلفي ليه الهجوم الزملكاوي بيحاول يوصل الكوره لشادي خليل رقم 77 لاعب الدايره، اقول له قدام حضراتكم، لكن كره تقع من احمد الاحمر، وسيسا ركز في الدفاعات على احمد الاحمر وما كانتش عينه رايحه مع الكوره، لانه لو كان عينه شايفه الكوره كان هياخدها ويسيب الاحمر اللي وقعت الكوره منه. تاني سيسا اللي بيدافع في مركز 2 وقافل تماما مركزه الدفاعي على الهجوم الزملكاوي حتى الان. اشاره اللعب السلبي مودي، ويصوب مودي. طه بكل اجاده واداء رجولي يتصدى وتوصل الكوره من خيري لمهاب، ومن مهاب لسيسا يشوط، لكن هنداوي يقفل مرماه تماما ويتصدى لتصويب سيسا احمد هشام من الجناح الشمال الوينج ليفت، وتبقى تاني تصدي لهنداوي بعد تصدى لكوره من احمد من المصري على الدايره، وبيشوط فيصل بقى. اولى تصويبات عبد الرحمن فيصل من بره بره ال9 متر، وشايفين حضراتكم جمهور النادي الاهلي مالي صاله الامير عبد الله الفيصل بيآزر فرقته، وتوصل الكوره الى محمد مجدي اللي بيخترق بين مركز 2 و3 من عمق الدفاعات الاهلاويه ويصوب، ومعاها اولى اهداف نادي الزمالك في الدقيقه كام بقى؟ في الدقيقه 7 مشاهدينا الكرام. تاني حاول دفاعات الزمالك ان تعمل هجمه مرتده عن طريق شادي ويطلع الكره لاكرم يسري، لكن فيصل بذكاء يقطع الكره ويمنع الفاست بريك الهجوم المرتد الزملكاوي من الوصول الى نص ملعب النادي الاهلي، وتبقى الكره هجمه مع النادي الاهلي. فيصل يخش ويصوب، لكن شادي وخالد وليد قافلين تماما الدفاعات الزملكاويه. لسه عايزين يا اولاد، عايزين يا رجاله نهدى شويه، واكيد ده هتبقى تعليمات مستر ديفيد ديفيز من خارج الخطوط. مش عايزين الهجمه تخلص ويبقى فيها استعجال وتسرع زي ما شفنا دلوقتي تاني من مهاب سعيد بيصوب تصويبه كده سريعه ثباته وهو واقف بدون ارتقاء، ولكن يتصدى كريم هنداوي وتبقى رميه مرمى لصالح نادي الزمالك يلعبها على طول ويروح بيها الهجوم الزملكاوي عن طريق مودي وشادي. لكن الدفاعات الاهلاويه بتعمل ارتداد دفاعي سريع وتبقى صفاره وفاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. تاني مودي اللي جه في الباك رايت ويمرر كوره على الدايره لشادي عشان يحرز تاني اهداف نادي الزمالك. 2-1 النادي الاهلي. كوره توصل لخيري من مهاب سعيد، حاول خيري انه يمرر الكوره على الجناح الشمال لسيسا، لكن دفاع قوي جدا من شادي يثبته تماما ويمنعه من تمرير الكوره وعمل الاسيست لهجوم النادي الاهلي. تاني خيري لمهاب، وبيطلع كاستيلو بيقطع على 9 متر وينزل على الدايره بين 1 و2 الدفاعات الزملكاويه، وتاني مهاب لفيصل ويرجع تاني مهاب وفي نص الملعب، وتاني استعجال لتاني مره من مهاب برضو، وتوصل الكوره الى اكرم يسري، هجمه مرتده يحرز بيها ثالث اهداف الزمالك في هذا اللقاء. ومن مهاب اهي رميه الارسال اتلعبت كوره سريعه لاحمد عادل يصوب، واعاقه من خالد وليد، وادي ايقاف دقيقتين على خالد وليد، ورميه جزائيه لصالح احمد عادل والنادي الاهلي، وتبقى كده نادي الزمالك هيلعب ناقص لاعب. والرميه الجزائيه
سبيشاليست الرميات الجزائيه متخصص في صفوف النادي الاهلي عمر خالد كاستيلو يحرز منها تاني اهداف النادي الاهلي. وادي علي زين نجم النادي الاهلي اللي حصلت له اصابه في لقاء السوبر، وايضا عبد الرحمن حميد حارس المرمى اللي ما شاركش مع الاهلي نتيجه اصابته قبل البطوله في البطوله المحليه، وحصلت اصابه ان شاء الله يرجع سليم ويستكمل مسيرته مع فرقته ومع نسور النادي الاهلي اللي بتحلق ان شاء الله في كل المباريات حاليا. تاني كرة حاولت تنزل على الدايره لشادي لكن تتقطع ويلعبها مهاب من داخل ال9 متر للنادي الاهلي، من على ال9 متر الاهلاويه في نص ملعبه في الشباك الزملكاويه في المرمى الخالي. وزي ما قلنا دايما لحضراتكم وتعودتوا مننا ان في حاله المرمى الخالي نتيجه النقص العددي ونزول لاعب عشان يكمل العدد الهجومي للفرقه، الخطا بيكون غالي وبيستغله مهاب ويحرز في الشباك الزملكاويه الخاليه هدف التعديل والتعادل لصالح النادي الاهلي، عشان تبقى النتيجه 3 الاهلي 3 الزمالك. واحمد الاحمر لمحمد مجدي للاحمر تاني، بيعدي الاحمر هيحاول لكن عبد الرحمن فيصل دفاع قوي حديدي. وادي ديفيد بيدي توجيهات كده لفيصل مش عايزه ينشغل عن عمق الدفاعات الاهلاويه ومنتصف ملعبه. وادي محمد مجدي تصويبه بره ال3 خشبات من الباك ليفت، يلمها على طول طه ويلعبها الخيري، خيري الفيصل، فيصل ويصوب ويخترق ويحصل على رميه جزائيه، وايضا هيبقى فيها ايقاف دقيقتين. وادي كارت اصفر لشادي خليل نتيجه الاعتراض على القرار. هنشوفه هل ادى الرميه الجزائيه ومعاها عقوبه الايقاف دقيقتين ولا لا. وادي الحضور بقى في المقصوره الرئيسيه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. والرميه الجزائيه كاستيلو في مواجهه فلفل اللي نزل مكان هنداوي، وكاستيلو يرجع تاني اللقاء لتقدم اهلاوي 4 الاهلي 3 الزمالك في بدايه الدقيقه 13. وكده هو ما اداش عقوبه لان في 5 لاعبين، وخرج فلفل دلوقتي ونزل لوكا عشان يلعب بكامل العدد في الحاله الهجوميه، والمرمى خالي ولا الايقاف الدقيقتين انتهى. ده اللي هنتابعه. بكار ويقطع على الدايره وينزل يزود لاعب علعلى الدايره ويبقى 4-2 هجوميه. احمد الاحمر للوكا يصوب، طه والتالق، فيصل والمتابعه، لكن صفاره من الحكم ان فيصل عبد الرحمن قدمه لمست خط ال6 متر، فبقت على فيصل فاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. لوكا لاحمد الاحمر لمحمد مجدي، هيرتقي ويصوب يطلع للاحمر، يصوب الاحمر في الشباك الاهلاويه يحرز بيها هدف التعادل. 4 الاهلي 4 الزمالك. كاستيلو ومهاب في ناحيه الرايت، فيصل وسيسه في ناحيه الليفت، وفي نص الملعب خيري صانع العاب واحمد عادل على الدايره. يقطع سيسه وينزل على الدايره تاني ويرجع في الجناح. فيصل يروح على نص الملعب ويرتقي ويصوب، لكن بره ال3 خشبات برضو عدم توفيق كده. وقلنا يا رجاله عايزين، وادي المصري نازل ويصوب شادي، وفي صفاره اللعب متوقف. وادي احمد الاحمر بيروح يكلم، واضح ان في موقف حصل كده. وادي احمد الاحمر يعني مراقب المباراه مامادو ديابيتيه
بيرجع احمد الاحمر لمكانه، وفي احتجاج من فرقه الزمالك واعتراض. وادي كابتن محمد ابراهيم من جهاز الفني للنادي الاهلي. واضح ان كان في موقف حصل ما شفناهوش، وهنعرف في ايه. اللعب توقف بعد ما التصويبه اتلعبت وتصدى لها طه. وادي اهو في كارت، واضح ان هيطلع كارت احمر لمين في صفوف النادي الاهلي. كارت احمر لمين؟ لاحمد عادل. مش عارفين ايه اللي حصل، هل حصل اي احتكاك ما بين، واضح ان في كارت احمر لمين؟ ليه لاعب في الزمالك احمد عادل من الاهلي اهو اللي خارج. وادي تقريبا ممكن يكون ليه محمد رمضان رقم 4 في الزمالك، محمد رمضان ايضا. واضح ان كان في احتكاك ما بين كلا اللاعبين، وبيدي كارت احمر كده. مشاهدينا الاعزاء، اوراق كلا الفريقين هتتاثر تاثر واضح، لان احمد عادل بيعتمد عليه مستر ديفيد ديفيز في الحاله الهجوميه، فطبعا هيبقى في تاثير هنا. لكن ان شاء الله ياسر سيف يكون قدها وقدود بعد ما ادى لقاء ولا اروع بالامس في الدور قبل النهائي. اما نادي الزمالك فهيبقى تاثيره اكبر في الحاله الدفاعيه، لان محمد رمضان بيعتمد عليه نادي الزمالك في الحاله الدفاعيه زي ابراهيم المصري كده عندنا. وده اللي هنتابعه مع حضراتكم مع استئناف اللقاء واستئناف احداث المباراه. فعلا استأنفنا اللقاء، وكده كل فريق بيلعب ناقص لاعب. الكارت الاحمر هيأثر انه يبقى في لاعب واخد ايقاف دقيقتين غير اللاعب اللي خد الاحمر. طبعا هيبقى ناقص الاهلي عددي في الدفاع 5. نادي الزمالك سحب حارس المرمى ونزل لاعب تاني، وادي الكره توصل لاكرم يسري في الجناح اليمين، ويخش اكرم بارتياح وزاويه مفتوحه ويصوب على يمين عبد الرحمن طه الهدف الخامس، واحنا بنلعب في منتصف الشوط الاول مشاهدينا الاعزاء. وفعلا نزل ياسر سيف اهو قدام حضراتكم رقم 72. ونادي الزمالك هيبقى 5 لاعبين اهو في الحاله الدفاعيه، ونزل حسن وليد قداح بيدافع في مركز 2. عبد الرحمن فيصل لمهاب ومنه لسيسه، وتطلع برضو تمريره بره خط المرمى وتبقى رميه مرمى يلعبها على طول كريم هنداوي لاكرم، وطلع كريم وهينزل برضو مين؟ نزل لوكا في نص الملعب، وعلى شماله حسن قداح بقى دلوقتي، وعلى يمينه الاحمر، وجه الاحمر في نص الملعب وهيخترق الاحمر ويعدي ويصوب ويسجل ويوصل الفارق الى هدفين. 6 الزمالك 4 الاهلي. بنلعب في الدقيقه 16، وادي مهاب خارج. هل هينزل رمضان بقى اللي تصويباته مضمونه؟ وايضا هيبتدي مستر ديفيد ديفيز يعمل الروتيشن اللي متعودين منه عليه، وفعلا يطلع مهاب ويطلع عبد الرحمن فيصل وينزل خليل في الباك ليفت، وينزل عبد الرحمن محسن رمضان في الباك رايت. خيري يعدي ويخترق ويتوغل ويصوب، يصد كريم هنداوي ويلعب الكوره في الشباك الاهلاويه الخاليه، وتبقى هدف غالي نتيجه الخطأ في الهجوم وتصويبة خيري اللي تصدى لها كريم هنداوي. 4 الاهلي 7 الزمالك. بنلعب في الدقيقه 17 مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يقطع سيسه ويغير مركزه، يستلم من اسلام حسن اللي نزل مكان خيري، وينزل على الدايره ويروح اسلام ويدي لرمضان ويعدي رمضان ويطلع وينزل بدربلايه تاني بعد ما خد الارتقاء، لكن خالد وليد وشادي قفلوا عليه زاويه الاختراق والمساحات اللي موجوده في الدفاعات الزملكاويه. اسلام لمحسن رمضان وينزل على الدايره اسلام، محسن رمضان يصوب، كريم هنداوي يتصدى
وتطلع للوكا، ومن لوكا للاحمر، يشوط الاحمر، يتصدى عبد الرحمن طه ويعمل تاني شادي المتابعه، بالرغم من ان ابراهيم المصري كان موجود معاه عشان يعمل المتابعه، لكن ابراهيم حاول يعمل متابعه على الكوره وهو واقف بدون ارتقاء، برغم ان فارق الطول لصالح ابراهيم المصري، الا ان شادي عمل متابعه على الكوره واخدها وراح سجل في الشباك الاهلاويه الهدف الثامن الزملكاوي عشان يزيد الفارق الى 4 أهداف. 8 الزمالك 4 الاهلي. بنلعب في الدقيقه 18 وعلى طول مستر ديفيد ديفيز بيطلب الوقت المستقطع التايم اوت عشان يدي توجيهاته وتعليماته لفرقته ويحاول يبتدي يمسك عشان زمام الامور ومقاليد السيطره والحكم في اللقاء ما تفلتش من ايد النادي الاهلي ونسوره ورجاله، ويبتدوا يعملوا تاني الريمونتادا. وادي جمهور النادي الاهلي اللي بيآزر فرقته وبيشجعهم ولا يكل ولا يمل عن مسانده الفريق. وادي جانب من الحضور فريق انسات السيدات الاهلي اللي حصل على الميداليه البرونزيه في بطوله كأس الكؤوس الافريقيه. وانتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء، واستأنفنا اللقاء مع حضراتكم. اسلام حسن على يمينه محسن رمضان، وبيطلع كاستيلو يعمل التقاطع والتحرك والتغيير المراكز والجري، ويمرر اسلام لمحسن رمضان تاني. خليل اللي نزل في الباك ليفت يصوب خليل، حاول كاستيلو انه يعمل متابعه لكن كريم هنداوي كان تصدى للكوره ودخل كاستيلو داخل ال6 متر، واتبقت رميه مرمى لصالح النادي الزمالك. تاني لوكا على شماله قداح في الباك ليفت، ومنه لاحمد الاحمر، وبكار بيقطع اهو من على ال9 متر وهينزل على الدايره ويغير مركزه ويرجع تاني عشان يبقى في زياده لاعب ويستلم قداح تاني. وادي يعني كاستيلو لسان حاله لزمايله مين بيدافع على الراجل ده وازاي سبتوه يستلم بكل اريحيه كده. خليل والتصويبه بقى قويه يسجل بيها النادي الاهلي هدفه الخامس عشان يرجع تاني هجوم النادي الاهلي الى اللقاء بعد ما صام حوالي 4 دقايق كده عن التهديف. 9 الزمالك 5 الاهلي. لوكا بيحاول يخترق ويتوغل ويحصل على الرميه الجزائيه. محمد علاء رقم 20 اهو اللي قدام حضراتكم غير مركزه وقطع واتحرك وراح ما بين 2 و3 واخترق وحاول يصوب لكن اعاقه ودفاع والرميه جزائيه. احمد الاحمر في مواجهه عبد الرحمن طه ويسجل الاحمر الهدف العاشر الزملكاوي. 10 الزمالك فارق 5 أهداف. بنلعب في الدقيقة 20 مشاهدينا الأعزاء. وادي الجهاز الفني أحمد رمضان كده من بره الملعب بيدي توجيهاته لفريقته في الحالة الدفاعية. خليل ومحاولة تصويب لكن خالد وليد وبيدافع على الإيد المستحوذة على الكورة بيمنعه من التصويب، ويحصل مصطفى خليل على الصفارة والفاول والرمية الحرة. وادي كانت الكاميرا على ديفيد ديفيز المدير الفني اللي يعني في انفعال منه كده على لاعيبته لان مش قادرين يستوعبوا ليه تعليماته وينفذوها في ارض الملعب. اتلعبت الرميه الحره لصالح النادي الاهلي. محسن رمضان لاسلام حسن، ومحسن والتصويبه بره بطريقه غريبه بره ال3 خشبات برضه، وتبقى رميه مرمى يلعبها هنداوي الى الاحمر، والاحمر منه اللوكا اللي بيصوب لوكا محمد علاء يحرز بيها الهدف ال11. برضه مش عايزين استعجال وتسرع. وادي خليل يستلم من محسن رمضان بالتقاطع كده ما بين ظهيري النادي الاهلي الباكات ليفت والرايت، لكن الدفاع الزملكاوي قافل. وجه حسن وليد قداح دلوقتي هو وخالد وليد في نص الملعب في مركز 3 الدفاعي لنادي الزمالك،
لوكا وشادي في مركز 2 وبكار، وادي مصطفى خليل وبيطلع له شادي يعمل معاه الفاول والرميه الحره لصالح النادي الاهلي. ياسر سيف لمحسن رمضان لخليل لياسر سيف على الدايره، يلف ياسر والدفاع جوه ال6 متر من حسن وليد، لكن طاقم التحكيم الجزائري سيدي علي حميدي ويوسف بالخيري بيحسبوا فاول للنادي الاهلي. وادي اسلام حسن بيخترق كده وبيتوغل في عمق الدفاعات الزملكاويه بين 1 و2 ويخش ويستغل تقدم لوكا وموجود الثغره في مركزه الدفاعي اللي هو مركز 2 ويسجل اسلام حسن كابتن وقائد النادي الاهلي الهدف السادس لصالح النادي الاهلي. وادي مستر ديفيد ديفيز وتوجيهاته على طول من خارج الخطوط للدفاع الاهلي اللي محتاجين يصحصحوا شويه في المقابله زي ما بدأوا اللقاء. وادي قداح حاول يمرر الكوره لشادي لكن خليل كان ليها بالمرصاد. وادي اشاره اللعب السلبي مرفوعه من طاقم التحكيم لقداح وبره ال3 خشبات، رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. لعبها على طول طه لاسلام ومن اسلام لياسر سيف اللي واضح ان ياسر في حاجه في رجله، في اصابه بيزك عليها، ودي كانت من اول كوره اللي رجله اتعلقت لما كان بيجيب الكوره من الشباك، الهدف اللي احرزه كريم هنداوي في المرمى الخالي. واضح ان في حاجه وان شاء الله يقدر يستكمل اللقاء مع فرقته. 11 الزمالك 7 الاهلي. حسن وليد بيغير اتجاهاته ويروح ينزل كوره على الدايره لشادي، يلف شادي ويصوب بهدوء غير عادي الهدف ال12 لصالح نادي الزمالك. نلعب في الدقيقه 23 اتلعبت رميه الارسال والسنطره للنادي الاهلي. ياسر سيف لمصطفى خليل، اسلام حسن اللي جه في الباك ليفت وخليل راح في نص الملعب. يرجع تاني اسلام في النص وتغيير كده في المراكز الخط الخلفي للنادي الاهلي. اسلام يمرر الكوره على الدايره، حاول يوصلها لياسر سيف اللي اهو مش قادر يرجع ياسر لان في زكه في رجله مش قادر، وفعلا بيخرجوا مستر ديفيد ديفيز وهينزل مين؟ هينزل سيسا يدافع مكان ياسر. ودي اشاره ايقاف اللعب من طاقم التحكيم. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم بصفاره ورميه حره لصالح نادي الزمالك. مودي اللي نزل في نص الملعب دلوقتي، احمد الاحمر في الباك رايت لحسن قداح اللي جه على نص الملعب، مودي لقداح عشان يصوب ويصوب قداح بنجاح الهدف ال13 لصالح نادي الزمالك. اسلام حسن لخليل تقع من ايده ويرجعها تاني لاسلام لابراهيم المصري اللي بيصوب ابراهيم وهو واقع على الارض بعد ما عمل متابعه ليه الكوره. وادي الجهاز الفني بكل اصرار، مودي واقع على الارض ونزل له الجهاز الطبي على طول لم المصري متابعته وصوب المصري بعد متابعته، لكن تصدي من كريم واعاقه من الدفاع الزملكاوي وتبقى صفاره ورميه حره لصالح النادي الاهلي. وخارج مودي اهو بعد ما نزل له الجهاز الطبي دكتور محمد اشرف طبيب نادي الزمالك واخصائي اصابات الملاعب والعلاج الطبيعي. صفاره وفاول ورميه حره. ابراهيم المصري هيلعب دلوقتي في الحاله الهجوميه زي ما قلت لحضراتكم. ياسر سيف عنده حاجه في رجله. وادي اسلام حسن يخترق اسلام ويصوب ويحصل على الرميه الجزائيه، رميه جزائيه لاسلام. وادي حوار ما بين كريم هنداوي وخالد وليد. وادي
الرميه الجزائيه كاستيلو في مواجهه كريم، ويصوب كاستيلو على يمين كريم هنداوي الهدف الثامن عشان يقلل الفارق الى 5 اهداف، واحنا خلاص بنلعب في المنحنى والمنعطف الاخير. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اللي بتنقل اللقاء حصري على قناه الابطال، قناه النادي الاهلي، نهائي كاس الكؤوس الافريقيه. تصويبه وبيروح لها طه في الزمان والمكان، ويتصدى بطريقه قويه بعد ما تصدى لتصويبه عمر الفولي، وتروح على طول لكاستيلو اللي بارتقاء واصرار وتاكيد يصوب ويحرز الهدف التاسع في الشباك الزملكاويه. نزل دلوقتي خليل جنب المصري في مركز 3، ونزل شهاب في مركز 2 الدفاعي في صفوف النادي الاهلي. تايم اوت، وقت مستقطع مشاهدينا الكرام بيطلبوا الجهاز الفني لنادي الزمالك. وادي مستر ديفيد هنشوف تعليماته ايه، واحمد رمضان هيقول لفرقته ايه. ادي صوت جمهور النادي الاهلي مشاهدينا الكرام في صاله الامير عبد الله الفيصل، وادي مستر ديفيد وتعليماته لفرقته سواء في الحاله الهجوميه. وادي على طول اسره العمل في قناه النادي الاهلي من اعداد ومخرجين، و يعني الحقيقه بنشكر كل القائمين على قناه النادي الاهلي لنقلهم المباريات اللي فيها كل المهارات وكل الافادات لنجوم النادي الاهلي ونجوم مصر الحقيقه، اللي بنحييهم وبنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. وادي اهو صوت جمهوره ده حماه بيصدع في صالة الأمير عبد الله الفيصل، مخلي الحقيقة لقاء ليه طعم وليه شكل وليه رونق، وبيدي كل الحماس لفرقة النادي الأهلي اللي عدل دلوقتي مستر ديفيد طريقته الدفاعية إلى 5-1 بخروج كاستيلو على حسن وليد قداح. وادي الأحمر يلعب للوكا، ومنه البكار في الجناح الشمال، وإشارة اللعب السلبي. قداح هيصوب، يمرر، يقطعها كاستيلو، ومنه لخليل، ومنه لشهاب، ويقف شهاب على كورته ويهدي النادي الاهلي هجمته وينظم صفوفه تاني، وينزل سيسا وينزل ياسر سيف ويطلع المصري وينزل سيف على الدايره. خليل في نص الملعب، على يمينه محسن رمضان، وادي اسلام حسن بيطلب من خليل اهو تحرك، واسلام يروح تاني ويغير ويعكس اتجاهاته. خليل تاني تصويبه بره الثلاث خشبات، ويلعبها هنداوي لقداح، ومن قداح الى لوكا. دقيقه 27 مشاهدينا الكرام، على مهله الهجوم الزملكاوي. كاستيلو ويقطع بكار من على 9 متر وينزل تحت شهاب عبد الله في مركز 2، واحمد الاحمر رايح، لكن المصري بكل دفاع وقوه. جمهور يولع المباراة ويحرك الصخر، وادي صفارة، وفي إشارة اهي ال4 خطوات على لوكا، فعلى طول اداله الحكم صفارة وفاول ورمية حرة لصالح محمد علاء. تاني لوكا للأحمر يصوب، يتصدى القائم مع طه، ويلمها المصري لخليل، لإسلام، لمحسن رمضان، يعدي رمضان بطريقة مضمونة ويحصل على رمية جزائية. شايفين الفنت، الخداع الجميل، حاول لوكا يعمل له إعاقة بعد كده برجله، لكن رمضان عمل خداع وفنت ولا أروع ولا أجمل. محسن رمضان بأداء جنان، فنت يمين شمال
يمين عالي العال يحصل على الرمية الجزائية، نتيجة ان شادي عمل متابعة بعد كده ودخل من داخل ال6 متر دافع على محسن رمضان. الرمية الجزائية كاستيلو في مواجهة فلفل. كاستيلو وفلفل سبيشاليست ومتخصص الرميات الجزائية، لكن يتصدى فلفل للرمية الجزائية من عمر خالد كاستيلو، وتبقى رمية مرمى لصالح نادي الزمالك. يلعبها فلفل على طول، توصل لبكار وحسن وليد قداح، وعلى مهله الهجوم الزملكاوي خالص لوكا وإشاراته. تاني حسن وليد هيصوب ويصوب. حسن المصري كان متقدم لكن ما كملش التقدم بتاعه عشان يعمل ايقاف لحسن وليد وما يصوبش، وادي بيدي فاول عكسي على الهجوم الاهلاوي وايقاف دقيقتين على خليل. اهو يمكن كان فيها شد من التيشيرت الفانيلا لحسن وليد قداح، فاداله على طول فاول عكسي على المهاجم على خيري، وايقاف لمده دقيقتين على احمد خيري. نلعب في الدقيقه بدايه الدقيقه 30 مشاهدينا الكرام، 14 الزمالك 9 الاهلي. اللي واضح الزمالك عايز يعوض خسارته للدوري المحلي والكاس لصالح النادي الاهلي، وادي فاول عكسي تاني بيحصل عليه عمر سامي بذكاء. عبد العزيز ايهاب عفوا زيزو رقم 11 اهو اللي نزل قدام حضراتكم، بيحصل على فاول عكسي على الهجوم الزملكاوي، وتبقى صفاره ورميه حره لصالح النادي الاهلي. زيزو بيلزق كورته والملعب كان واقف نتيجه ان الكوره جه عليها عرق وميه. وادي متابعين اللقاء، استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، متبقي حوالي، هل هو التايم اللي قدامنا على الشاشه ده مشاهدينا الاعزاء 5 ثواني ولا اكتر؟ وادي كوره من اسلاء من خليل على الدايره، ومعاها رميه جزائيه وايقاف دقيقتين على الدفاع الزملكاوي. على مين؟ هنشوف حضراتكم مين اللي حصل على الدقيقتين اهو في الحاله الدفاعيه على احمد ابو الفتوح حماصه، احد انتدابات نادي الزمالك لتدعيم صفوفه في هذه البطوله. رميه جزائيه هيلعبها 19 عمر سامي، ويسجل عمر من تحت رجل فلفل الهدف العاشر. واحنا بنلعب اهو في الدقيقه دلوقتي 30 29 دقيقة و17 و20 ثانية، يعني متبقي حوالي 40 ثانية على نهاية الشوط الأول من المباراة، والتقدم لصالح نادي الزمالك فارق 4 أهداف، 14 الزمالك 10 الأهلي. النادي الأهلي لسه في إيقاف دقيقتين، نادي الزمالك عنده إيقاف دقيقتين لكن هو ساحب حارس المرمى ومنزل لاعب. احمد الاحمر يخترق ويتوغل ويصوب، عبد الرحمن طه يتصدى، وادي اشاره واضحه من يوسف بالخيري الحكم الجزائري ان كان في دفاع من الداخل على عمر كاستيلو برغم تصدي طه للكوره. رميه جزائيه هيصوب الاحمر في مواجهه طه. احمد الاحمر، طه يتصدى ولا الاحمر يسجل؟ الاحمر يسجل الهدف ال15. 15 الزمالك 10 الاهلي، ويروح اسلام لمحسن رمضان، خليل يروح وينزل بدربلايه ويسجل الهدف ال11 لصالح النادي الاهلي. ومعاها صافره ادي الخداع وادي النزول والتصويب من الناحيه العكسيه، ومعاها صافره نهايه احداث الشوط الاول. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، استراحه قصيره ما بين شوطي اللقاء مشاهدينا الاعزاء، ويطير الميكروفون سريعا الى الزميل هيثم السعيد
في الاستوديو التحليلي وضيوفه الكرام على امل اللقاء بكم مع بدايه الشوط الثاني، فلا تذهبوا بعيدا مشاهدينا الاعزاء، والى اللقاء. سيداتي واعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، سيداتي انسات، سادتي محبين ومتابعين قناتكم المفضله قناه النادي الاهلي، عوده مره اخرى مع حضراتكم من صاله الامير عبد الله الفيصل والشوط الثاني من نهائي كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد للرجال رقم 39 اللي انتهى شوطها الاول بتقدم نادي الزمالك 15 مقابل 11 للنسور الحمر. النادي الاهلي زي ما سمعنا متابعينا وجمهورنا الكريم ومشاهدينا من الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام في الاستوديو الى اسباب الاداء اللي ظهر به لاعبه ورجال النادي الاهلي وايضا لاعبي نادي الزمالك في هذا الشوط اللي انتهى وحسموا الزمالك لصالحه بفارق الاربع اهداف. وادي كوره ثانيه من مهاب يقطعها اكرم يسري ويروح حسن قداح ويسجل اول اهداف الزمالك عشان يزود الفارق الى 5 اهداف، ويلعبها اسلام سنتره سريعه ويصوبها ياسر سيف تيجي في القائم ويعمل عليها شادي متابعه. وهو ده اللي كنا بنتكلم عليه واللي ضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي قالوه، ان عندنا تسرع وعندنا عدم استغلال الفرص السهله والتصويبات السهله في انهائها في الشباك الزملكاوي في مرمى كريم هنداوي. تاني الزمالك بيلعب لوكا لاكرم، يتصدى عبد الرحمن طه لاسلام حسن ويروح اسلام تاني مصطفى خليل ويطلع خليل يلعب لمحسن رمضان، تقاطعات عرضيه كده. وادي كوره برضو زي ما قلنا هو الكلام، اخطاء هجوميه، تمريرات، تيرن اوفر، ستيل، قطع كور من اغلب لاعبي ونجوم النادي الاهلي. وادي مستر ديفيد ديفيز بيطلب من محسن رمضان انه يجي في الهجمه ويجهز مهاب على الخط عشان ينزل في الهجمه لما الكره تبقى مع النادي الاهلي. وادي حماس ابو الفتوح، خليل والمقابله، لوكا على شماله حسن وليد قداح وعلى يمينه حماسه، في الاجنحه اكرم يسري. وادي حماسه اهو هيروح ويسيب لحسن عشان يصوب وللوكا وفاول عكسي، حجز من شادي، توصل الكره من اسلام لخليل ويروح خليل ويسيب الى عمر سامي ويسيب لزيزو عبد العزيز ايهاب اهو استلم الكره التفويته اللي لعبها له خليل بالرغم من الدفاعات كانت ماسكه خليل، لعب له الكوره باك هاند خلفيه كده من ورا ظهره تروح لزيزو يخش من الجناح الشمال ويحرز الهدف ال12 وهو اول اهداف النادي الاهلي في هذا الشوط مشاهدينا الاعزاء. تاني عايزين دفاعات الاهلاويه تصحصح بقى. وادي طه يتالق ويروح زيزو يلم كورته ويروح بالدريبل ويلعب لاسلام حسن لمصطفى خليل ويلعب فاول عكسي على المصري نتيجه الحجز الخاطئ. حاول المصري يحجز شادي الدفاع الزملكاوي عشان يفتح المجال والطريق لخليل. وادي التنبيه اهو من عبد الله فاي ولا مامادو ديابيتي مراقب المباراه من كوت ديفوار بيدي التحذير لاحمد رمضان. وادي حسن وليد برضه حاول يمرر الكره على الدايره لشادي، يقطعها طه يلعبها على طول لاسلام
ومن اسلام لزيزو اللي الحقيقه باداء ولا اروع ولا اقوى، اداء وتصويب رجولي من عبد العزيز ايهاب منذ نزوله ومنذ بدايه الشوط الثاني. الحقيقه قلل الفارق الى 3 اهداف، 16 الزمالك 13 الاهلي. يلا يا رجاله، لسه زي ما سمعنا من ضيوفنا الكرام في الاستوديو التحليلي والزميل هيثم السعيد ان لسه الاماني ممكنه ولسه بدري. شوط كامل 30 دقيقه، وادي حسن وليد تمريرات عرضيه واشاره اللعب السلبي. ابو الفتوح يلعب الكره لشادي على الدايره اللي يستلم ويلف ويسجل الهدف ال17. اهي الاعاده اللي فيها كل الافاده. خليل وهيطلع المصري وينزل مهاب اهو قدام حضراتكم. واضح ان برضو مهاب عنده حاجه في العضله الضمه كده. وايضا ياسر سيف اللي نزل دلوقتي اللي بيحاول يريحه ديفيد ديفيز عشان زي ما قلت لحضراتكم عنده اصابه في رجله كده. وادي ابو الفتوح ودفاع على سيف بدون كوره وتحويط اهو، وهيبقى فيها ايقاف عقوبه فعلا دقيقتين لان 2 لاعبين ماسكين ياسر سيف. شايفين حضراتكم ادي ابو الفتوح في تحويط على اللاعب واشاره الحكم، وادي خالد وليد برضو يعني مش سايبين ياسر سيف يقدر يلف او يواجه المرمى تماما. وايقاف دقيقتين على احمد ابو الفتوح حماصه. خليل لمهاب لاسلام اللي يخترق ويصوب، لكن صفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. تاني اسلام ويرجع مكان مهاب سعيد اللي يلعب لخليل ويصوب خليل، لكن يتصدى كريم هنداوي وتمريره كده على المغمض من مصطفى خليل. حاول يلعب الكوره للجناح الشمال زيزو، لكن زيزو ما كانش موجود. زيزو كان عامل رجوع ارتداد دفاعي عشان الكوره بعد ما تصدى لها كريم هنداوي، فطبعا كورته تطلع بره الملعب. رميه مرمى لصالح نادي الزمالك. هجمه مهمه كان لازم تخلص في الشباك البيضاء في شباك نادي الزمالك، لكن خطأ بدون داعي من خليل كده. وادي اشاره اللعب السلبي تاني. لوكا لحسن وليد ودفاع متقدم عليه من زيزو، ولا ده عمر سامي. قداح هيصوب لكن طه بنجاح، لكن وتاني 2 في 1 بقى من طه. تصديتين برغم ان شادي خليل كان خد الكرة من على ارض ال6 متر. وادي مهاب يلعب الكرة سريعة لعمر سامي، وكريم هنداوي كاتونجا يتصدى للكرة وبيشكر ربه وبيحمد ربنا على تصديه لهذا الهدف اللي كان مؤكد من عمر سامي. تاني استأنفنا اللقاء. نزل دلوقتي محمد مجدي في الباك الشمال مكان قداح، ونزل لوكا في نص الملعب، واحمد الاحمر في الباك اليمين. هيحاول الاحمر لمجدي للوكا، هيحاول لوكا يخترق لمجدي يغير ويلف اتجاهاته ويدور، ومن الاحمر لاكرم. وادي زيزو طاقم التحكيم وحوار ما بينهم عشان يشوفوا هل هيبقى فيها اعاقه دقيقتين، ايقاف دقيقتين بس، ولا عقوبه اكتر ويبقى فيها تعمد اصابه فيدوا له الكارت الاحمر. وفعلا ادوا له لعبد العزيز ايهاب زيزو الايقاف الدقيقتين فقط. رميه جزائيه احمد الاحمر، ونزل دلوقتي احمد وليد في مواجهه احمد الاحمر، ويسجل احمد الاحمر الهدف ال18 لصالح نادي الزمالك. نزل سيسا في الجناح اهو احمد هشام، وكده طبعا مستر ديفيد ديفيس سحب
حارس المرمى ونزل لاعب عشان يهاجم 6 لاعبين في الهجوم، ما يبقاش عنده نقص عددي فيقدر يواجه 6 لاعبين في الدفاعات الزملكاويه. اسلام حسن والاختراق، اسلام حسن والتصويب، اسلام حسن ومهاره الاختراق الدفاعات الزملكاويه، يحصل منها على الرميه الجزائيه اهي زي ما حضراتكم شايفين، يقدر يتغلب على محمد مجدي ويحصل على الرميه الجزائيه وايقاف دقيقتين على محمد مجدي مدافع نادي الزمالك. وطلع هنداوي ونزل فلفل، وادي عمر سامي يسجل بسهوله ويسر في الشباك الزملكاويه الرميه الجزائيه، وتبقى النتيجه 18 الزمالك 14 الاهلي. بنلعب في الدقيقه 10 مشاهدينا الاعزاء، يعني السكور في الشوط الثاني هو التعادل 3-3 لكل فريق. النادي الاهلي عنده نقص لاعب في الحاله الدفاعيه، بيلعب ب5 لاعبين، والزمالك ايضا بس مساحب حارس المرمى ونزل لاعب عشان يبقى عنده زياده عدديه على الاهلي من الحاله الهجوميه. احمد الاحمر يغير اتجاهاته ويعكس، يقطعها على طول عمر سامي، يلعبها للمصري لمهاب في المرمى الخالي، يسجل بيها الهدف ال15. مهاب من نص ملعب النادي الاهلي في المرمى الخالي، اللي زي ما قلت لحضراتكم الاعاده اهي اللي فيها كل الافاده، والخطا هيكون غالي. وفعلا بعد ما عمر سامي قطع الكوره مررها لمهاب، سجلها مهاب في الشباك الزملكاويه. 15 الاهلي 18 الزمالك، الدقيقه 9 من زمن واحداث الشوط الثاني. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، حسن وليد لاحمد الاحمر لاكرم يسري، ويخش اكرم ويصوب في على يمين طه، الهدف ال19 لصالح نادي الزمالك. مصطفى خليل، اسلام حسن، وادي اشاره لتحركات هجوميه كده بتتم ما بين الخط الخلفي للنادي الاهلي، ومن مهاب الى عمر سامي لمهاب تاني لخليل، وعلى الدايره ياسر سيف بيحاول يتحرك ويفضي، وخليل يخترق ويتوغل ويصوب، لكن هنداوي يتالق ويتصدى ويمنع تصويبه هنداوي من الوصول للشباك، ويطلع كده كمل نادي الزمالك بعد انتهاء الايقاف الدقيقتين اللي كان حصل عليهم حماسه محمد مجدي عفوا، اللي نزل مكانه دلوقتي حسن قداح. تاني ابتدى الاهلي يعدل طريقته الدفاعيه بالمقابله 5-1 او تكتل، ويقطع فعلا مهاب ويلبها لابراهيم المصري، الدفاع الضاغط، وسيسا يخش ما بين الاثنين، مركز 1 و2 الدفاعي ما بين حسن قداح وبين احمد الاحمر اللي بعيد عن مكان التغيير دلوقتي، وبيخرج بعد ما اللعب وقف. وهذه الكرة والمقصورة الرئيسية اللي بتتابع اللقاء. نزل خيري وعلى يمينه مهاب وعلى شماله فيصل. يلا يا رجاله لسه بدري ونقدر. خيري هيحاول يخترق ويتوغل لمهاب، ومن مهاب لسيف، لكن قافلين عليه تماما خالد وليد وشادي خليل في مركز ال3 و2 لدفاعات الزملكاويه. خيري لفيصل لمهاب، هيروح مهاب برضو، واضحه تمريره واضحه، والدفاعات الزملكاويه رافعه ايديها ومصمم قد وادي خيري بذكاء يحصل على فاول عكسي على بكار ويلعبها على طول، توصل لخيري يخترق ويتوغل ويحصل على الرميه الجزائيه، واعتراض من لاعبي الزمالك كلهم رايحين في اتجاه يوسف بالخيري اللي احتسب الرميه الجزائيه على الدفاعات الزملكاويه. عمر سامي دلوقتي في مواجهه كريم هنداوي، وهيصوب عمر ويسجل عمر الهدف ال16 عشان يقلل الفارق. مشاهدينا الكرام 3 أهداف لصالح نادي الزمالك.
19 الزمالك 16 الاهلي، وبنلعب في بدايه الدقيقه 13 من زمن واحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، لقاء نهائي كأس الأندية أبطال الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رقم 39 للرجال. بكار لأحمد الأحمر، ابتدى الأهلي يعدل، بقول لحضراتكم دفاعاته إلى 4-2 أو 5-1. الأحمر هيحاول إنه يخترق، لكن فيصل والمصري قافلين تماما عليه، ومعاها صفارة ورمية حرة لصالح نادي الزمالك. اتلعبت لحسن وليد ومنه لمودي، حسن وليد للأحمر لأكرم يسري، يخش أكرم ويصوب، طه واقف كالسد اللي بيمنع الكرة من الوصول للشباك. خيري لمهاب، ومن مهاب لسامي، ومن سامي الخيري، يخترق خيري ويتوغل ويصوب، لكن صفارة ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. خيري تاني، يخش خيري المرة دي بقى ويحصل على الرمية الجزائية ما بين 2 و3 في دفاعات الزمالك، حسن قداح وشادي خليل. وادي الجمهور اللي بيحرك الصخر من صالة الأمير عبد الله الفيصل ومعقل النادي الأهلي على أرضه وعلى جمهوره، اللي أكيد رجالته لن يبخلوا بأي مجهود وذرة عرق في حسم اللقاء لصالحهم. وآدي فلفل بعد تصديه لتاني الرميات الجزائية في هذا اللقاء، وبيطلب من لعيبته الهدوء واستعمال العقل والتفكير السليم في إدارة اللقاء في الناحية الدفاعية والهجومية. حسن وليد بيطلب من الحكم عشان الكرة فيه لازق عليها حاجة، فهيغير الحكم سيدي علي حميدي الكرة، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم. هيطلع حسن قداح وينزل عمر الفولي. مودي في نص الملعب لأحمد الأحمر. الأهلي ابتدى يلعب دلوقتي 5-1 متقدم، سيسا بيلعب الواحد المتقدم، وادي مهاب كمان بيحاول يطلع معاه، يعني أقرب ل 4-2، وكرة على الدايرة لشادي لوحده تماما، استلم ودار، لكن طه بكل إجادة وتألق بيزود عن مرماه ويمنع الكرة من الوصول لشباكه. وادي احمد الاحمر تاني بيعمل تفويته لمودي، يسجل مودي الهدف ال20 بعد ما توغل واخترق. فيصل يخترق ويلعب الرميه الارسال من خيري الفيصل، ويسجل فيصل الهدف ال17. 20 الاهلي، اهي الاعاده اللي فيها الافاده وارتقاء على القدم العكسيه وتصويبه فيها كل الاجاده من عبد الرحمن فيصل عشان يسجل الهدف ال17. دخلنا في النصف الثاني من الشوط الثاني مشاهدينا الاعزاء، بدايه الدقيقه 16 من زمن واحداث اللقاء. الاهلي بعد ما عدل طريقته الدفاعيه، وادي حماسه بيعدي من فيصل ويسجل الهدف ال21. تتلعب رميه الارسال لخيري، ومن خيري الى سيسا بيحط الكوره لب من فوق كريم هنداوي الهدف ال18. المباراه بقت في غايه السرعه مشاهدينا الكرام، هجمه هنا وهجمه هنا، الهجمه ما بتاخدش 10 ثواني او 15 ثانيه وبينهيها كلا الفريقين. وادي حميد ونظره يعني الحزن، حزن طبعا على اصابته اللي كان بيتمنى انه يكون بيشارك فريقه وبيزود عن مرماه في هذه البطوله وهذا اللقاء تحديدا. هجمه زملكاويه مع مودي في نص الملعب لحماسه ابو الفتوح لمودي تاني، وعلى الدايره شادي بيتحرك ويفتح ثغرات، لكن سيسا قاطع الهجمات ومعطل التحركات الهجوميه الزملكاويه. اتلعبت الرميه الحره، شادي لابو الفتوح حماسه هيحاول يعدي، لكن شهاب عبد الله دفاع قوي متقدم على خط الخلفي لنادي الزمالك، ويقطع اكرم يسري. وبالرغم انه
ابراهيم المصري دافع عليه وما قدرش اكرم انه يصوب، لكن المصري كان قاطع من جوه ال6 متر، فيحصل اكرم يسري على رميه جزائيه لصالح نادي الزمالك. احمد الاحمر للمره نقول الرابعه في مواجهه عبد الرحمن طه، ويسجل احمد الاحمر على شمال طه الهدف ال22. رميه ارسال سنطره لعبها النادي الاهلي بسرعه لخيري، لمهاب، لخيري تاني، لشهاب عبد الله اللي نزل دلوقتي في الباك ليفت. شهاب هيعدي ويعدي شهاب ويخترق ويصوب، لكن بره ال3 خشبات وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. ياسر سيف اللي نزل على الدايره دلوقتي، خيري، مهاب، تغيير مراكز ما بين مهاب وشهاب. هيعدي شهاب ويحاول يمرر الكوره ياسر سيف، لكن قطعها قداح بعد الصفاره من الفاول والرميه الحره لصالح النادي الاهلي. تاني التمريرات العاليه دي ملهاش اي لازمه من لاعبي النادي الاهلي، لان دفاع الزمالك كله رافع ايده، في اي تمريره عاليه بيقطعوها، ما بتوصلش للدفاعات الزملكاويه، وتصويبه ترتطم بعرضه كريم هنداوي وتطلع رميه جانب لصالح نادي الزمالك. الزمالك محافظ على تقدمه وزوده الى 5 اهداف دلوقتي. مشاهدينا الاعزاء، فولي محاوله الاختراق وينزل كرة على الدايره لشادي، لكن دفاع عليه من سيسا قوي، وصفاره وفاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. اهو دفاع 4-2 بخروج سيسا ومهاب على الباك ليفت وصانع الالعاب لنادي الزمالك. بيقطع اكرم يسري وينزل على الدايره. عايزين يستغلوا بقى المساحات اللي موجوده في الدفاعات الاهلاويه نتيجه الدفاع المتقدم واشاره اللعب السلبي. وبيوجه الحكم لشادي انه ما يضيعش وقته وياخد كورته على طول. فولي وسيسا هيبقى فيها عقوبه يا سيسا، لانه بعد ما فولي عدى جاب اللعيب من الظهر، وهي اشاره الحكم واضحه فعلا كان فيها عقوبه، يعني جذب من سيسا كده الفولي من الخلف، فيحصل على فاول وايقاف دقيقتين على احمد هشام وينج ليفت النادي الاهلي. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم، لسه بدري يا اولاد، لسه يا رجال النادي الاهلي تقدروا زي ما سمعنا من الكابتن هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي ان في لقاء نهائي السوبر الزمالك كان خسران بفارق 7 اهداف، ولكن من النادي الاهلي قدر انه يعود ويبقى الفارق هدف واحد، وده اللي بنطلبه من لاعباتنا دلوقتي. خيري هيحاول يعدي، ينزل برضه الكوره، ما بتوصلش الكوره لسيف او لمستواه اللي يقدر يستحوذ عليها ويصوب. ونزل دلوقتي زيزو في الجناح الشمال، ووقع مين؟ شادي واقع على الارض، ونزل له الجهاز الطبي وتوقف التايم اوت، وقف الملعب، وقع شادي، واهو في دم جاي من مناخيره وفي نزيف كده خفيف، ان شاء الله يقوم سليم. ونزل له كابتن محمد اشرف، وادي صوت جمهور النادي الاهلي اهو بيسقط في جنبات صاله الامير عبد الله الفيصل بعقل النسور الحمر اللي بتحتضن هذه البطوله وهذا النهائي. ان افريقيا مش هتروح، وبتحمس فرقتها. وادي شادي بيقول للحكم ان انا يعني في اهو نزيف جاي من الانف، وده نتيجه عنف الدفاعات الاهلاويه، وطاقم التحكيم بيقول له اطلع بره 3 هجمات، وبعد كده تبقى تنزل بعد 3 هجمات طبقا لقانون ولوائح الاتحاد الدولي. استأنفنا اللقاء مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. يلا يا رجاله، مهاب لشهاب، ومن شهاب لخيري، رايح خيري هيحاول يعدي ويخترق ويصوب لسيف ياسر، لكن بره ال3 خشبات، ويلم هنداوي على مهله ويروح عمر الفولي. داخلين في الدقيقة 20 مشاهدينا الأعزاء من زمن وأحداث الشوط الثاني، فارق 4 أهداف.
22 الزمالك 18 الاهلي. تقاطعات وتغيير في المراكز. فولي لحماصه يلعب لمودي، وخالد وليد على الدايره، تروح لمودي تاني، من مودي الى حماصه، ومن حماصه لفولي. اشاره اللعب السلبي. حماصه هيصوب لمودي، توصل الكره لبكار، يصد طه باقتدار، وتبقى رميه مرمى على طول يلعبها الخيري، ومنه لشهاب، ورايح خيري ويسيب خيري لمهاب. شهاب هيحاول يعدي، وادي دفاع قوي واعاقه من احمد ابو الفتوح. حماصه لشهاب، وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. احمد خيري على الدايره برضه نفس الكلام، يعني هي اهي الكوره اللي بتروح له في ايده بيستلمها، وادي ياسر سيف استلم ولف وشاط، وبالرغم ان كان في دفاع واعاقه عليه من الدفاعات الزملكاويه، الا ان يوسف بالخيري بيطلب منه انه يستكمل اللعب، والكوره بعد ما تصدى لها كريم هنداوي بدون اي صفاره لرميه جزائيه او ايقاف دقيقتين. عمر فولي بيخترق ويتوغل في عمق الدفاعات الاهلاويه ما بين مركز 3 الدفاعي، وادي اهو ديفيد ديفيس بيطلب ان احنا، بيقول ان احنا بندافع 5-1، يعني المصري لازم يملى منطقه نص الملعب، وفعلا ده اللي عمله المصري، ويلعب الكوره هجمه مرتده. عايزين الكاميرا مع الكوره، وادي فاول عكسي على مين؟ على احمد هشام سيسه. من طاقم التحكيم الجزائري، وهو اعزائي المشاهدين طاقم التحكيم اللي حكم نهائي كأس السوبر الافريقي. احمد الاحمر لحسن وليد اللي نزل دلوقتي ويصوب ويسجل الهدف ال23 لصالح نادي الزمالك. رجع الفارق 5 أهداف. شهاب يعدي، شهاب ويخترق ويصوب، لكن دفاع قوي من خالد وليد ومودي، وصفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. خيري لشهاب، لمهاب سعيد في الباك رايت، لخيري اللي جه في نص الملعب تاني. هيحاول خيري يخترق ويلعب لياسر سيف، ويعدي بقى المره دي ياسر سيف ويسجل. بقول لحضراتكم ياسر مش قادر يقف على رجله، ومع ذلك بكل روح وكل عزيمه رجال وروح الفانيلا الحمراء بيأدي ياسر ويسجل الهدف ال19 في الشباك الزملكاويه. 23 زمالك 19 الاهلي. بنلعب في الدقيقه 23 مشاهدينا الاعزاء. تايم اوت والوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن احمد رمضان هتلر المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، عشان يطالب اكيد من لاعيبته تهدئه اللعب وتطويل زمن الهجمه بقدر الامكان. وطبعا في الناحيه الثانيه معسكر الاحمر مستر ديفيد ديفيز بيحاول ان هو انقاذ ما يمكن انقاذه من الاخطاء الهجوميه اللي بتتم من لاعبتنا، وايضا الدفاعات الاهلاويه اللي لازم تقفل وتأدي زي ما كانت بتأدي في لقاء السوبر الافريقي في النهائي امام نادي الزمالك، نفس الفريق اللي بيقابلوه النهارده. لكن الاداء مش هو الاداء. عدلنا دلوقتي الى 3-2-1 مقفوله بخروج بس سيسه بره مفتوح، وادي كوره يقطعها سيسه، وصفاره كان فيها دفاع على احمد الاحمر، برغم ان سيسه قطع التمريره من احمد الاحمر اللي حاول يعملها الى الداح، لكن صفاره وفاول ورميه حره. اشاره اللعب السلبي تاني، وادي لاعب الدايره حسن وليد بيرتقي، ما حدش بيقابله، مهاب ما بيطلعش يقابله ولا بيتحرك معاه، ويشوط حسن الداح بكل ارتياح ويسجل الهدف ال24. شهاب جه في مركز صانع اللعب هنا، يلعب الكرة الخيري،
خيري هيخترق ويلعب لسيسا، ويخش سيسا يوسع لنفسه ويحط الكرة في الزاوية الضيقة. الهدف ال20 لصالح النادي الأهلي، واحنا بنلعب في الدقيقة 24. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، سيسا بيلعب اهو مدافع قدام، وعلى ال9 متر شهاب ومهاب، ويقطع مهاب وتقع الكرة من ايده ويلمها ويلعبها لسيسا اللي هيروح لوحده ويصوب. وكان في اعاقة من احمد الاحمر، حاول سيسا انه يحصل على عقوبة على الاحمر، لكن الهدف ال21 الاهلاوي. ويلعب الزمالك رمية الارسال السريعة السنطرة، وادي تحذير من طاقم التحكيم وبيقول له مفيش داعي للسيميليشن والتمثيل وادعاء الاصابه. الفولي هيخترق ويصوب ويسجل الهدف ال25. خيري ياخد من المصري ويروح خيري ومعاها صفاره وبيقول له ما فيهاش رميه جزائيه لان انت مرتكب 4 خطوات. خلاص داخلين على المنحنى والمنعطف الاخير من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراه. مشاهدينا الكرام، بنلعب في اخر الدقيقه 25. شهاب هيعدي من قداح ويصوب بنجاح، لكن برضه اشاره ال4 خطوات اهي، فعشان كده ما بيحتسبش الهدف. مشاهدينا الكرام، ياسر سيف لعب الرميه الحره لمحسن رمضان، لخيري لشهاب، ومن شهاب لخيري. هيحاول خيري يعدي يرجع الكوره لشهاب. ابتدى الاهلي يقطع مع سيسا، يستلم ياسر سيف اللي مش قادر. مشاهدينا الكرام، الكوره بعيده عن ايده ما بتوصلوش. خيري هيخش من الجناح ويصوب، لكن الزاويه ضيقه تماما، ما ينفعش اخش واصوب كوره بالمنظر ده وتبقى رمية مرمى لصالح نادي الزمالك. دخلنا في المنحنى والمنعطف الأخير خلاص، الدقيقة 26. لازم مستر ديفيس بقى هيبتدي يعدل طريقته الدفاعية بقى، إذا كان هيلعب مان تو مان بطول الملعب. ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. أحمد الأحمر، محسن رمضان بيدافع على فولي، ابراهيم المصري بيقابل الفولي، يصوب فولي، يتصدى طه ومعاها صفاره وفاول ورميه حره. شادي هيلعب الرميه الحره للاحمر، هيحاول يعدي ويتوغل، يتصدى طه، يلم خيري لسيسا، هيروح سيسا لوحده ويصوب سيسا ويسجل الهدف ال22. واحنا بنلعب اهو في الدقيقه 27. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، الاعاده اللي فيها كل الافاده نتيجه الدفاع الضاغط الاهلاوي قلل الفرق 3 أهداف. مشاهدينا الكرام، طبعا الزمالك هجومه على مهله وبكل اريحيه وبكل هدوء. النادي الاهلي ابتدى يلعب دفاع متقدم ضاغط، يصوب قداح، لكن دفاع قوي وتبقى فاول وصفاره ورميه حره لصالح نادي الزمالك. داخلين على الدقيقه 28 مشاهدينا الكرام. اشاره اللعب السلبي، قداح للاحمر، الاحمر هيروح وعايز يفوت قداح من وراه، يصوب قداح، يلم طه لخيري، خيري هيروح وفاول عكسي على خيري. لازم الكوره كانت تتنقل للناحيه العكسيه والناحيه الجهه الاخرى عند الجناح اليمين او الباك اليمين. كان بيجري محسن رمضان، لكن بذكاء يحصل الدفاع الزملكاوي على فاول عكسي على احمد خيري وترتد الهجمه لصالح نادي الزمالك. كان هيقل الفرق يبقى هدفين. تاني كوره من فولي لمودي، ومن مودي للاحمر لفولي، فولي للاحمر تاني اللي هيحاول يعدي ويدخل فولي ولمودي، توصل لبكار، يخش بكار يوسع لنفسه ويسجل الهدف ال26 لصالح نادي الزمالك. نزل ياسر سيف تاني، خيري لشهاب، وادي شهاب لخيري، وطالع فولي ويروح محسن رمضان ويصوب، ومعاها اعاقه من
بكار عمر الوكيل، ويحصل محسن رمضان على الرمية الجزائية. عمر سامي هيتصدى للرمية الجزائية، ونازل بقى سبيشاليست التصدي للرميات الجزائية في نادي الزمالك فلفل، تصدى لرميتين في هذا اللقاء. وادي عمر سامي بيسجل الهدف ال 23. متبقي حوالي دقيقة ونص تقريبا على نهاية الشوط الثاني والمباراة. لازم كده النادي الاهلي يبتدي يقلب طريقته الدفاعية الى مان تو مان بطول الملعب بدون اخطاء، ما يستناش ان نادي الزمالك يهاجمه لان المتبقي خلاص. وادي فولي ويقطعها سيسا، ويروح سيسا لوحده خالص ويصوب سيسا ويحرز الهدف ال 24. مشاهدينا الاعزاء 26 الزمالك 24 الاهلي. وادي الاعاده، ويروح سيسا ويسجل بكل اراده فولاذيه وحديديه بروح ابناء الفانيلا الحمراء، يحرز الهدف ال 24 عشان يقل الفارق الى هدفين. مشاهدينا الكرام، عايزين برضو يا ريت نتأكد من التايم والوقت المتبقي، هل هو فعلا متبقي 49 ثانية على زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة، ولا الوقت في الصالة والساعة في الصالة المغطاة زي ما هو كده قدام حضراتكم على الشاشة. يا ريت لو مخرجنا ناخد لقطة سريعة على الشاشة من ملعب اللقاء عشان نشوف التايم المتبقي. وادي التايم اوت اللي كان طلبه نادي الزمالك انتهى، وهنستأنف اللقاء مع حضراتكم بسنطرة رمية ارسال كده سريعة لنادي الزمالك، اللي طبعا مش هتبقى سريعة وهتبقى بطيئة جدا اهو زي ما حضراتكم شايفين. لوكا رايح ورجع النادي الاهلي دفاعه تاني الى 5-1. سيسا بيلعب مان على احمد الاحمر، وادي اشاره اللعب السلبي اهو. بكار هيلعب للوكا اللي هيروح لوكا ويحاول يخترق الدفاعات الاهلاويه، وادي شادي وعلى مهله ويهرب الاحمر من سيسا، لكن لوكا بيحاول يعدي، وصفاره وفاول ورميه حره لصالح نادي الزمالك. وادي اشاره ان فاضل تمريره واحده متبقيه. وهي متبقي 37 ثانية. شكرا مخرجنا على اللقطات والتفاصيل والديتيلز. وادي الملعب واقف، هنشوف فيه ايه. في حد تقريبا واقع خلف، عنده حالة إغماء كده، بس مش عارفين هل هو حد من اللاعبين، حد من الجهاز، ولا حد من الجمهور. وادي محمد رمضان لاعب نادي الزمالك اللي حصل على الكارت الأحمر من نادي الزمالك. وادي في عقوبة إيقاف دقيقتين على إسلام حسن واللعب متوقف. ليه؟ مش عارفين، احنا مش فاهمين ليه العقوبة دي. ادي ايقاف لاسلام حسن وايقاف لحسن قداح، لاعب من هنا ولاعب من هنا، ده دقيقتين وده دقيقتين. واللي كان واقع كان اكرم يسري وينج رايت نادي الزمالك. وادي يمكن شايفين اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي. ادي العميد علاء صلاح، وده كان حارس مرمى النادي الاهلي في كرة اليد ومدير امن النادي الاهلي في المقر الجزيرة، هو اللي بيسند اكرم يسري وبيشيله مع طبيب فريق نادي الزمالك. وهي دي روح النادي الاهلي اللي احنا متعودينها دايما من كل المسؤولين وكل لاعبين وجمهور ومسؤولين النادي الاهلي في كل مكان. متبقي 34 ثانية، ومتبقي هنا في الهجمة دي باصة واحدة فقط لنادي الزمالك
مهم جدا ان الدفاعات الاهلاويه وعبد الرحمن طه ياكدوا ويحطوا كل تركيزهم. وادي اكرم يسري طالع، نتمنى له السلامه والشفاء ان شاء الله. اهي بيطلب حكم من لوكا انه يجي مكان المخالفه وفيها تمريره واحده. هيلعب لوكا لمين؟ هل لحماصه ولا الاحمر؟ لا، لحسن وليد ولا الحماصه. هيتم فيها خداع. هيلعب ليه؟ واضح ان هي لحماصه. المفروض ان عمر سامي يروح لحسن وليد، عشان اساسا عمر سامي حسن وليد بعيد عن الكره اكتر من 3 متر. وادي فاول عكسي على الهجوم الزملكاوي فعلا، وتتلعب على طول من طه ويقع فيصل لسيف، وتوصل الكرة في الجناح لسامي، يسجل سامي الهدف ال25 عشان تشتعل الصالة المغطاة، ومتبقي حوالي 16 ثانية وفرق 1 لصالح نادي الزمالك. 26 الزمالك، 25 الأهلي. ويعدي لوكا، هيسيب للأحمر، لا ساب لبكار. لوكا تاني هيحاول ياخد الفاول طبعا. وادي اشاره اللعب السلبي. متبقي قد ايه مش عارفين. هل انتهى اللقاء؟ واضح كده ان انتهى الوقت مشاهدينا الاعزاء، بفوز نادي الزمالك بفارق هدف 1. هارد لك رجال النادي الاهلي. وادي عبد الرحمن طه طبعا حزين على الهزيمه وعلى اللقاء، وبياخد الحقيقه تشجيع من كل زملائه على الاداء اللي ادى بيه طه في هذا اللقاء. ما نقدرش نقول غير شكرا لرجال كره اليد بالنادي الاهلي على الاداء اللي ادوه طوال هذا الموسم. مبروك نادي الزمالك، هارد لك النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا قناه النادي الاهلي وكل المسؤولين عليها في نقل هذه اللقاءات. ويتبقى ان شاء الله مراسم التتويج وحتى تجهيز الملعب. الميكروفون يطير الى الزميل هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي وضيوف الكرام، ونعود لحضراتكم مع مراسم التتويج، فإليه الميكروفون.